السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل الوافل في البيت ومن غير المكنه المخصصه بتاعه الوافل، وهنعملها بكل سهوله ومقادير بسيطه وموجوده في كل بيت ان شاء الله. يلا نبدا، بس ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. والمقادير بتاعتنا بدرجه حراره الغرفه. في البوله بتاعتنا هنحط بيضايه بدرجه حراره الغرفه، وعليها باكت من الفانيلا البودر، لو عندك سايله حطي نقطتين، وعليها بقى معلقه كبيره من السكر بتاعنا العادي. هنضرب المكونات دي كويس قوي مع بعض بالمضرب اليدوي عادي. وبعد ما هضرب المكونات كويس قوي مع بعض، هضيف عليها بقى معلقه كبيره من اللبن البودر ومعلقه كبيره من الزيت. اول حاجه بقى انا ما عنديش لبن، فهعمل ايه؟ ضفت كوبايه من الميه ومعلقه كبيره من اللبن البودر. عندك لبن يبقى حطي كوبايه من اللبن واستغني عن الميه واللبن البودر. بعد كده هقلب بقى المكونات كويس قوي مع بعض بحيث ان كل حاجه حطيتها تدوب. وبعد ما اقلبها كويس هجيب كوبايه ونص من الدقيق، هنخلهم وانا بحطهم لازم يتنخلوا. وبعد ما نخلهم، اولا بقى لازم عجينه الوافل تكون تقيله، تقدري تعمليها في مكنه المخصصه ليها. انا مش عندي المكنه المخصصه ليها، وعندي الساندوتش ميكر العادي بتاع الساندوتشات هعمله فيها. او تجيبي القالب السيليكون، في قالب سيليكون كده مخصص للوافل بتشتريه من اي محل بتاع ادوات منزليه. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا. بعد ما نخلت الكوبايه ونص من الدقيق، نزلت عليها بمعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. هقلبهم كويس قوي مع بعض، والم كل المكونات وادوبها كويس قوي. بصوا سمكها عامل ازاي، تقيل، مش خفيف ولا متوسط، لا تقيل شويه. لازم يكون بالسمك كده، ما يبقاش اخف من كده. هجيب بقى المكنه بتاعتي او الجهاز بتاعي، انا كان عندي ده فاستعملته، حطيت فيه نقطه بسيطه من الزيت، وهوزع الزيت بالفرشه كويس قوي في الصاج اللي تحت او في القطعه اللي تحت والقطعه اللي فوق. بعد كده بالكبشه هحط بقى على حسب انا عايزه حجم الوافل بتاعي قد ايه. انا حطيت الكميه دي وبقفل عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. ولو مش عندك اصلا الجهاز ده او الجهاز الوافل، روحي عند اي محل ادوات منزليه واشتري العلبه السيليكون بتاعه الوافل، تقدري تحطي فيها العجينه وتدخليها الفرن، بتطلع زي الجاهزه بالظبط. طبعا في الشكل والحجم مش هتبقى زي جهاز الوافل نفسه، لان الجهاز الوافل الاتنين اللي هو الرف اللي تحت والفوق بيقفلوا على العجينه بتاعه الوافل، دي مش بتقفل عليها كويس، فعشان كده مش هتطلع نفس الحجم بتاع الجهاز. بس طبعا يعني اكيد مش هنوقف نفسنا او هنقول مش هنعمل وصفه عشان خاطر حاجه، لا عادي، ليها بدائل كتير قوي، بس احنا ندور عليها. هتقدري بقى تحطي عليها شوكليت، تحطي عليها اي صوص انت عايزاه، تاكليها حاف براحتك. هنا في الوصفه استعملت صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته عملته معاكم كتير قوي على القناه بطريقه اقتصاديه وسهله ولذيذه ومش مكلفه خالص، بحوالي 3-4 مكونات بس، وبيطلع معاكي احلى صوص شوكولاته لجميع انواع الحلويات والكيكات وكل حاجه. كده احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا، اتمنى تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وكومنت حلو كده زيكم عشان تشجعوني. ولو حابين اعمل لكم اي وصفه تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله اعملها لكم في اقرب وقت.